اتغيرت من 60 اف بي اس ل 90 اف بي اس. سبايدر مان هنا شغاله على الستيم ديك، ولكن شغاله على تقريبا 60 او اقل من 60 اف بي اس، وده لو انت مشغل طبعا الفريم جنريشن ومشغلها على اللو سيتنجز. ولكن عشان تاخد ال 90 اف بي اس الموجودين في الستيم ديك اولد اللي بيقدمهم، لازم تشغل تكنولوجي زي اللوسلس سكيلينج. ده ابلكيشن موجود وبتقدر ان انت تنزله وتفعله على الديكي لودر هنا، وبعد كده بتعمل له تيرن اون. بمجرد ما انا افعله هتلاقي الفريمات هنا اتغيرت من 60 اف بي اس ل 90 اف بي اس، ودلوقتي الجيم شغاله على 90 فريم بير سكند. طبعا الجيم دلوقتي انعم بكتير من الاول وشغاله ببرفورمانس افضل بكتير، وانا عملت فيديو كامل عن الابلكيشن ده على اليوتيوب قبل كده. في الاول انت هتكون طبعا محتاج البرنامج ده اللي هو اللوسلس سكيلينج، وتقدر تنزله من على الستور بتاع ستيم، وبعد كده من الديسكتوب مود، وهتروح على الويب سايت ده وتنزل ديكي لودر، وبعد كده بتعمل له انستول عادي زي اي برنامج. ولما ترجع تاني للجيم مود هتروح على الكويك سيتنجز وهتلاقي الايكون دي، بتروح على الستور وبعد كده بتكتب ال او اس وهيظهر لك اول برنامج اللي هو ده، هتعمل له داونلود على طول عندك وانستول. ولما تروح هنا هتلاقيه بالاسم ده. بس اهم نقطه هنا لازم تعمل كوبي اوبشن، وبعد كده تروح للجيم اللي انت عايز تشغلها عليه وتروح على السيتنجز بتاعتها، وبعد كده تعمل بيست لللانش اوبشن هنا للكوماند دي. تقدر تعمل ده على اي جيم عندك وهتلاحظ فرق كبير جدا في الاداء.